العظيم، أسعد الله أوقاتكم. اليوم لن نتحدث عن صفقة تقليدية، بل عن موهبة استثنائية قادمة من قلب أكاديمية تصدر النجوم إلى سماء أوروبا. نتحدث عن اسم مطروح على طاولة لجنة التخطيط في النادي الأهلي، فؤاد زهواني. هذا اللاعب الشاب ليس مجرد ظهير أيسر جيد، بل هو مشروع جوكر جديد يمتلك مقومات تجعله يكرر قصة نجاح الأساطير في القلعة الحمراء. فؤاد زهواني مواليد 2006، ظهير أيسر، اتحاد طنجة. الزهواني هو أحد أفضل الأظهرة الصاعدة حالياً، لاعب سريع ومرن وحريف جداً، يمتلك دقة عالية في العرضيات، وتحولاته الهجومية ممتازة، وتحركاته بالكرة ومن دونها ذكية للغاية. شهدنا جميعاً مستواه في بطولة الناشئين الأخيرة، حيث كان أصغر من الجيل الذي يلعب أمامه، ورغم ذلك ساهم بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى النهائي. في مباراة المغرب ومصر تحديداً كان متوهجاً بحق، وصنع أكثر من 4 فرص تهديف محققة. تفوقه في مواقف الواحد على واحد مذهل، ولديه سرعات خارقة وتكملة هائلة داخل منطقة الجزاء. الزهواني هو خريج أكاديمية محمد السادس الشهيرة، الأكاديمية التي تخرج مواهب مميزة تلعب حالياً في أكبر أندية أوروبا. هذه الأكاديمية تمتلك تأسيساً عالياً، وأي لاعب يخرج منها يتجه إلى مكانة بعيدة. انتقل زهواني حالياً إلى نادي اتحاد طورقة، وبدأ هذا الموسم مع الفريق الأول، حيث قدم مستويات متطورة وملحوظة. يمتلك الزهواني مواصفات مبشرة جداً، تحس أنه يحمل شيئاً من سمات محمد الشيبي، لكن في الجبهة اليسرى. لاعب يصنع فرصتين على الأقل في المباراة الواحدة، يتحرك بذكاء بين الخطوط، وقادر على التوقيع داخل منطقة الجزاء. لماذا الأهلي هو الوجه الأنسب؟ لو انضم الزهواني للنادي الأهلي فستكون الفائدة مزدوجة، فنية فورية وتسويقية هائلة في المستقبل. اللاعب صغير في السن، مواليد 2006، ويمتلك إمكانيات هجومية شبه مفقودة في الدوري المصري. الأمر لن يكون معقداً على الأهلي، فنادي اتحاد طورقة ليس من الأندية الكبرى في الدوري المغربي، وقيمته التسويقية بسيطة. يمكن للأهلي إنهاء الصفقة بسهولة نسبية. الخلاصة والتفكير المستقبلي. الخلاصة هي: أمامنا لاعب مميز صغير في السن بتأسيس مختلف، قادم من أهم أكاديمية إفريقيا. فبدلاً من جلب لاعب مصري آخر لمجرد ملء المكان، فلماذا لا نفكر في فؤاد زهواني؟ يمكن قيده تحت السن والاستفادة من أماكن الناشئين التي لا تستغل بشكل أمثل كل موسم. بهذا أنت تصنع مستقبلاً هائلاً للظهير الأيسر، وتنهي الصداع المتكرر لهذا المركز. الدعوة للتفاعل. إلى هنا وأكون قد أوصلت إليك فكرتي. إذا كنت ترى أن فؤاد زهواني لو انضم للأهلي سيقدم إضافة حقيقية، فلا تحرمنا من اللايك والشير ليصل صوتنا إلى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي. وشاركني رأيك في التعليقات. هل زهواني هو ضالتنا المنشودة؟ وقبل أن ننتهي، وحد الله وصل على النبي، ولا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.